السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحه وخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم رز بلبن كريمي لذيذ حلو قوي كده في الشتاء، مفيد حلو كمان للعشاء، سهل وسريع، هيطلع معاكي كريمي ولذيذ جدا جدا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله، وتدعموني وتشجعوني اكبر القناه بيكم وليكم. يلا نسمي الله ونبتدي مع بعض نشوف هنعمل الرز بلبن الجميل ده ازاي مع بعض. انا حطيت كوبايتين ميه على النار تغلي، وكمان غسلت كوبايه او مج من الرز. حابه انت تزودي او تكتري في الكميه حسب عدد الافراد الاسره، او حسب يعني اللي انت ناويه تكتري او تقللي براحتك. في ايدينا هتقللي الميه، برضو هتقللي اللبن. تمام، يبقى كوبايتين ميه على كوبايه رز، وهحطهم على بعض يا دوبك ياخدوا غلوه واحده بس، يعني مش هنكتر. ما تسيبوش لحد ما يستوي ويبقى ويعجن معاكي بقى لحد ما تحطي اللبن وتسيبيه يستوي. لا، احنا هي غلوه واحده بس مع الميه. ولو مش حابه تحطي ميه كتير، برضو ممكن تحطي كوبايه ميه واحده بس على كوبايه الرز. بس هنكتر بقى ساعتها في كميه اللبن. انا ما كنت غاليه كيلو لبن، وهاخد كمان القشطه بتاعته اللي من فوق، بس انا هاخد هسيب من الكيلو ده، هسيب كوبايه على جنب. هاخد منه القشطه، وهنزل كل اللبن، وهسيب كوبايه كده هوريها لكم في الاخر. هنحط عليها بقيه المكونات بتاعتنا. تمام. وبعد كده هديله تقليبه، علشان انتوا عارفين الرز بيبقى ممكن يلزق تحت، ونوطي النار شويه، نهدي النار شويه، ما تخليهاش عاليه، ونسيبه لحد ما يبتدي بقى يعني يستوي مع اللبن والقشطه. لو عندك قشطه زياده هتبقى طبعا جميله جدا. بنوطي النار ونحط ونسيبه لحد ما يستوي مع بعض. في الجزء بقى الكوبايه اللي انا سبتها على جنب، احط عليها معلقتين من اللبن البودر. ده طبعا بيخلي يعني يعزز الطعم برضو، وبيخلي طعم الرز بلبن حلو قوي. وهحط معلقة ونص من الكريم شانتيه، ده بيخلي طعم الرز بلبن في حتة تانية خالص، بيديله قوام كده جميل جدا جدا. يعني انت لو عايز تستبدل ما تحطيش لبن بودر مفيش مشكله، بس حطي الكريم شانتيه على ضمانتي، بيخليه طعمه جميل جدا. هقلبه بقى كويس قوي. خلي بالكم اللبن ده مش سخن، مش سخن، عشان يتدوب برضو فيه الكريم شانتيه واللبن البودر. هقلبهم كويس قوي. وبصوا الرز بلبن اخد له كذا غلوه كده على النار. هنزل بكل اللي انا حطيته على بعض ده، اللبن والكريم شانتيه واللبن البودر، وقلب. وبرده اهم حاجه نبقى موطيين النار. تمام. معايا كوبايه الا ربع من السكر. تحليه الرز بلبن دي في ايديكي. في ناس مش بتحبه مسكر قوي، في ناس بتحبه بقى مسكر قوي. التحليه في ايديكي، حطي ودوقي. يعني ممكن تحطي نص كوبايه من السكر، احتاج تاني زودي، محتاجش خلاص. وهحط كمان حبه فانيليا، برضو بتدي طعم وريحه جميله جدا جدا. وبس كده جاهز معايا الرز بلبن بعد ما خد غلوه كمان. بصوا كريمي ولذيذ وتحفه تحفه تحفه، يعني مش عايزه اقول لكم، كان ريحته وطعمه وكريمي بشكل جميل جدا وسهل وسريع. ممكن يبقى عملنا عشاء كده، يعني ما فيش في ربع ساعه، كان ربع ساعه واستوى. تبقي ممكن تعمليه عشاء، فطار، تحلية، حاجة كده للضيوف في الشتاء، جميلة وسهلة وسريعة جدا. ما خدش معانا لا وقت ولا مجهود، بمكونات موجودة في كل بيت. رز ولبن وسكر، عملنا رز بلبن جميل جدا وكريمي وتحفة جدا جدا. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وتجربوه وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم، وطلع معاكم طعمه كريمي ولذيذ لما حطينا كريم شانتيه، وتقولي رأيكم. ويا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك، وتسيبوا لي كومنت في التعليقات، واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله، وتشجعوني وتدعموني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير كتير. شكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو.